سمعتوا بقى القرمشة الجميلة دي بتاعة البقسماط؟ بصوا بقى، يعني هتعملوه في البيت ولا اسهل من كده ولا احلى من كده ومضمون وصحي ورخيص وهيوفر عليكي، وحقيقي هتبقي ضامنة كل مكوناته وهيطلع زي الجاهز بالظبط كمان ويمكن احسن. طبعا في الاول ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تبقوا بخير. فيديو جديد النهارده، وبعد ما سمعنا صوت القرمشه كده وشفنا ايه الفيديو بقسماط، ما تنسوش بقى لايك، عايزه الفيديو لايكاته تعلى جدا جدا جدا. تعالوا بقى ندخل في المقادير. بصوا بقى مقاديره سهله جدا، بس هو يعتمد على نوع الدقيق. مطلوب نوع دقيق زي ما قلنا اللي بنعمل بيه المخبوزات، اللي هو بتاع العيش الفينو اللي بنجيبه من طابونة الفينو. هاخد نص كيلو، تمام، من دقيق المخبوزات. لو انتي هتشتري من بره هتشتري دقيق بتاع مخبوزات اللي هو بنعمل منه السينابون والعيش الفينو والدوناتس وكل الحاجات اللي انا محتاجه فيها نسبه جلوتين عاليه. تمام، ده زي ما قلت لكم ده دقيق 5 نجوم او دقيق جولد. انا بجيب شكاره كامله على بعضها 50 كيلو. طبعا انتي تقدري تجيبي من فرن الفينو قد ما انتي عايزه. نص كيلو دقيق، حطيت عليه 3 معالق كبار لبن بودره، ودول اختياري، تقدري ترفعيهم وتقدري تحطيهم زي ما انتي عايزه. انا بس بحطهم علشان ادي للولاد قيمه غذائيه عاليه، لانهم بيعذبوني شويه في شرب اللبن، فبحاول ادخله كده في كل حاجه ينفع يدخل فيها. تمام، حطيت معلقه ونص صغيره خميره فوريه. في الشتاء هنحط خميره فوريه زياده، لو انا في الصيف هحط معلقه واحده، لكن لو انا في الشتاء هحط معلقه ونص صغيره. تمام، هحط معلقتين كبار سكر. وطبعا ده يرجع لك، لو انتي مش عايزه طعمه يبقى فيه سكره، هو مش هيبقى سكره باين، هو يبقى طعمه حلو يعني زي اللي بتجيبيه من بره. تمام، هحط نص معلقه صغيره ملح. نص معلقه صغيره ملح. عايزه اقولك ان السكر والملح دول هيعدلوا طعمه، هيدوله يعني بصوا طعم كده بنكهه حلوه قوي. هحط طرف معلقه صغيره بيكنج باودر او كيك شيف، انا بستخدم كيك شيف. تمام، هحط حوالي ربع كوبايه زيت، او يعني 4 معالق كبار تقريبا، هي حوالي كده ربع كوبايه زيت، كوبايه الشاي العاديه اللي احنا بنشرب بيها في الشاي، المج بتاعنا العادي اللي في كل بيوتنا. تمام، وهبتدي بقى اخلط الكلام ده كله كده مع بعض. يبقى حطينا ايه في العجان؟ حطيت نص كيلو دقيق بتاع مخبوزات. تمام، انا بشدد على كلمة مخبوزات. حطيت 3 معالق كبار بيكنج باودر ودي اختياري. حطيت 3 معالق كبار لبن باودر ودي اختياري. حطيت 4 معالق زيت. حطيت معلقة ونص صغيرة خميرة فورية. حطيت معلقتين كبار سكر. حطيت نص معلقة ملح. وحطيت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر او كيك شيف. وخلطت الكلام ده كله مع بعضه. هتعجني في العجان ماشي، هتعجني على ايدك مفيش اي مشكلة. هبتدي انزل بمية دافية، هنزل حبة بحبة لغاية لما اخد قوام عجينة شوية متماسك. عجينة البقسماط يا جماعة انا مش عايزاها زي عجينة السينابون بقى والدوناتس والكلام ده والفينو، عجينة طرية عجينة طرية بتلزق تلزيقة خفيفة، او يعني طرية بس ما بتلزقش. لا، انا محتاجة العجينة تكون بصوا يابسة شوية، يعني عارفين لما نقول العجينة مقلبظة شوية شوية، مش مكتمة قوي. العجينة بصوا مفيش، ما بتسيبش اي اثر في ايدي العجينة، يعني جامده شويه عن عجينه البوستو. تحسوا العجينه جامده يعني مش طريه. عارفين العجينه بتاعه السينابون امسكها في ايدي كده، لو حطيت اسيبها من ايدي بتنزل كده بطراوه بس مش بتلزق. لا، دي انا العجينه بصوا ماسكه نفسها، هي طريه بس ماسكه نفسها. تمام، مش عايزه عجينه طريه اللي هي شويه بتلزق زي الدوناتس والسينابون والعيش الفينو والكلام ده. تمام، هبتدي بقى اخد العجينه كده على مفرش سيليكون، او على الرخامه، او على الكاونتر، اي مكان انت هتوضبي هتقطعي عليه. تمام، انا مش هخمر العجينه الاول. انا لو خمرت العجينه الاول العجينه هتفتل مني ومش هعرف اشتغل بيها، لكن انا هفتل البقسماط على طول. يا دوب العجينه بس مسافه ما تريح على بال ما اجيب المفرش بقى واغسل العجان واجهز الصواني والكلام ده، بس مش اكتر من كده. طبعا احسن حاجه تخبزي فيها المعجنات الصواني الالومنيوم. ممكن تدهنيها دهنه بسيطه زيت لو هي لسه جديده معاكي، او دهنه زبده مفيش مشكله، او ما تدهنيهاش هو هيخلع معاكي ويبقى تمام وزي الفل. تمام، انا ما خمرتش العجينه في الاول، انا يا دوب ريحتها مسافه ما لميت الدنيا كده حواليا وابتديت اوضب الدنيا كده قدامي، وهبتدي اقطع العجينه. هقطع رفيع جدا، ولا هقطع كور بقى ولا حاجه، انا العجينه قدامي وهبتدي اشتغل بيها على طول. بصوا، انا بالمقطع ده او بسكينه لو ما عندكيش المقطع ده، وهبتدي اخد شرايط رفيعه من العجينه، هقطع منها شرايط رفيعه من العجينه وابتدي افرد بمنتهى السهوله قدامي.
عايزه بقسماط رفيع، افردي الصباع رفيع عشان هو لسه هيخمر. احنا ما خمرناش في الاول، بس هنخمر بعد ما نشكله. تمام، فهو لسه هيخمر. فعلى قد ما انت عايزه سمك صباع البقسماط، على قد ما انت خلي الصباع عجين قدامك. لو انت محتاجاه تخين، بقسماط تخين، وانا هعمل لك التخين دلوقتي وهعمل لك الرفيع. ده بيستوي وده هيستوي وده هيقرمش وده هيقرمش، مفيش مشكله. امشي بس على الطريقه والمقادير دي وانت هتاخدي احلى نتيجه بقسماط على طول. طبعا انا هنا شكلت حبه كده رفيعين، هبتدي بقى اشكل حبه تخان. انا بقى في التخين انا مش هفرد جامد، يعني مش هفرد الطول جامد، هخلي فيه محمل سمك شويه. شايفين اهو، انا بحاول اخلي سمك الصباع كله يعني كله بسمك واحد، مفيش حته رفيعه وحته تخينه اهو. الصباع ده اتخن شويه من اللي فاتوا، حتى باينين. بصوا فرق الصوابع، في صينيتين دول تحسهم رفيعين قوي وفي صينيتين تخان، لان لسه لما هيخمر هيتخن تاني. يعني التخين هيتخن زياده والرفيع هيزيد حبه، بس برضو هيبان اقل من التخين اصلا اللي متقطع اصلا تخين. بصوا بقى بعد ما اختمر، شايفين شكله تحفة بجد، شكله حلو قوي. تمام، شايفين؟ لازم تسيبي مسافة بين كل صباع وصباع. تمام، الفرن بقى انا هدخله على فرن 180 زي ما بسخن الكيك. طبعا سامعين صوت القرمشة؟ بجد حلو قوي، جربوه. مغذي جدا وموفر جدا. لو انتي بتدوري على ان انتي توفري بقى، يعني ولا احلى من كده. بصوا بقى شكله من جوه مفرغ وزي وهش وجميل وطعمه حلو قوي. جربوا بقى الطريقة دي، وفري واعملي حاجتك في البيت ضامنة نظافتها وضامنة مكوناتها، وهتوفري كمان، وهتفرحي ولادك بان انتي تلميهم حواليكي بقى في الشتاء ده حوالين الفرن بقى، وتقعدوا ايه ده كده، ايه تعملوا كده حاجة حلوة. يلا بقى، عايزه لايك كتير يا جماعه للفيديو، لايك كتير 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 طبعا، وميرسي لكل حد بيحط لايك وكومنت حلو من عنده. اشوفكم بقى الفيديو الجاي وصفه جديده، اقول لكم باي باي، ما تنسوش اللايك.